ده واحد. اتنين، اتفضل. يوم ما عملنا الاعتذار عن الصوبة جالنا الجواب ده: القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الزمالك؟ امال اللي رحت فين؟ القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والسيد أمين الصندوق. يمكن أول مرة وآخر مرة. القائم بأعمال رئيس يبقى قرار السيد وكيل أول وزارة رئيس قطاع الرياضة بشأن تشكيل لجنة ودورات الخاء وكذا مش عارف تعمل إيه. تمام. طالبين الاعتبار جميع محاضر مجلس الإدارة خلال الفترة المذكورة بعانيه. من إمتى بقى؟ فترة من 1/7/2021. عايز إيه بقى؟ كافة العقود المبرمة خلال تلك الفترة. لا، خد بقى العقود دي أحسن. كلكم شفتوا كلكم شفتوا الإيجار ممدوح عباس كان 1000 جنيه في السنة محل على جامع الدول العربية. تمام؟ ادي عقد معمول 2/3/2020. كنا احنا مشينا في اخر السنة اهو. ودي عقد تاني من 1000 جنيه في السنة، وده 14/6/2022 75,000 جنيه في الشهر. تيجي تكلمني انا يا دكتور اشرف؟ تكلمني انا عمال عم؟ ده انت سبت ممدوح عباس 10 سنين وجاي تكلم واحد عقد الايجار كان 1000 جنيه في السنه اهو. عايز يجي خد يصور اهو ل 75,000 جنيه في الشهر. شوف الفرق. كلمني انا عمال عم. ادي البنك التجاري. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده في القناه ولا حد سال فينا هي الدنيا اتشقلبت؟ هو حصل ايه في الدنيا؟ قال ياما قربت. اقسم بالله قربت تقوم. يقول الصادق الصدق وتعلم انه صادق. انت عارف انه صادق بتكذبه. ويقول الكاذب كذب وانت تعلم انه كاذب وبتصدقه. ده اللي بيحصل دلوقتي. ادي اهو البنك التجاري الدولي لما رجعنا. اتفضل. لما احنا رجعنا لقينا كنت انا واخد حكم نقل على 12 محل البنك التجاري الدولي علشان يرجعوا تاني يتعاقدوا مش اقل 130 140 150 مليون. استاذ حسين نبيل خد منهم 12 مليون وتنزل لهم. لما رجعت يا دكتور اشرف وانت عارف خدت 140 مليون جنيه تاني من البنك التجاري. انت بتكلمني انا في ذمتنا الماليه ومال عام؟ كلمنا احنا. وانت عارف جميع قرارات مجلس الاداره في البيع والشراء بموافقه مكتوبه منك. ولا هو فيلم معمول؟ ادي العقود. بعد كده جواب تاني. بيقول لي الراجل تكرم بوقفتنا بكافه الاجراءات اتخذها النادي نحو التعاقد مع الشركه المتحده للتسويق الرياضي والخدمات المره 15/12 لتسويق الحقوق التجاريه والاعلانيه. اجمل شهر في حياتي قضيته في سجن وادي النطرون عشان راجل تاني، عشان راجل، وعشان رفضت اعتذر لمحمود الخطيب وقلت على جثتي. للاسف وقضيت 3-4 ايام من رمضان في السجن ودخلت راجل وطلعت راجل وما شتمتش بلدي. بقول لي العيال اللي هربانه بره ناصر والواد زوبع والواد التاني اللي اسمه مطر حاجه غريبه جدا. لما القاضي يحبس مرتضى هذا القضاء العظيم، ما هو نفس القاضي هو القاضي، ما هو ده قضى وده قضى. لا، حبس مرتضى. يا سلام، شفت عظمه القضاء لما حبسكم انتوا مع انكم خونه ومجرمين وارهابيين
لما جات لي الدعوه بتاعت الحوار الوطني قال لك لا ده هو الخطيب اللي كان مدعو وجابوا مرتضى كده عشان ما يزعلش. يا ابني انا الدعوه ونزلت على صفحتي، انا مدعو بدايه الحوار الوطني من السنه اللي فاتت، انا مدعو من السنه اللي فاتت، وانا بشكر اللي دعوني وانا مشيت